جربتوا قبل كده تنزلوا بالكبده في الميه المغليه؟ ما جربتوش؟ تعالوا ما اقول لكم النتيجه هتطلع معاكم عامله ازاي. من اول مره تطلع نتيجه مبهره وهتبطلوا اي طريقه للكبده تانية. اول حاجه نسمي بسم الله كده، ولو لسه ما تبعتوش القناه بتاعتي ينزلوا بقى تعملوا اشتراك فيها وتعملوا لي لايك على الفيديو لو عجبكم، ونسمي بسم الله ونشوف عملنا ايه. اول حاجه جبت كده نص الحله كده ميه وغليتها على النار ونزلت عليها ببصلايه مقطعه قطع، وكمان نص معلقه فلفل اسود وفصين توم مهروسين ناعم، وسبتها تغلي الاول، وبعد كده نزلت عليها بنص كيلو من الكبده، سبتهم يغلوا مع بعض. ونبتدي نحضر مع بعض الطبق التاني اللي هنعمله النهارده مع بعض. ايه هنعمل؟ ايه؟ صينيه بطاطس. عايزه اقول لكم صينيه البطاطس دي ممكن تاكلوها اصلا يعني مع الرز كده من حلاوتها، مش محتاجه اي حاجه عليها. هقول لكم بقى على كل الطريقه بتاعتي اللي هتطلعها معاكم مية مية. اول حاجه كده جبت البطاطس بتاعتي وقطعتها 3 حبات بطاطس، وقطعتهم زي ما انتم شايفين كده شرايح وسط، وكمان عليهم بصلايه وقطعتها برده شرايح وفككتها كده من بعض، وحبتين فلفل وقطعتهم بس من النص كده، وفص توم مهروس ناعم، والبهارات طبعا نص معلقه ملح ورشه فلفل اسود ورشه شطه، وما تزودوش بهارات عن كده عشان ما تضيعوش طعم صينيه البطاطس بتاعتكم، ومعلقه ونص من الصلصه، وترش رشه زيت كده حلوه ومحترمه على وش الصينيه، وتبتدوا تحطوها على النار. تاني بقى حاجه هنرجع تاني للكبده اللي احنا كنا بنسلقها. بعد ما صفيتها طبعا من الميه السخنه وغسلتها كويس وقطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، سخنت الجريل بتاعي كده وحطيت رشه زيت محترمه ومعلقه سمنه، ونزلت بالكبده بتاعتي زي ما انتم شايفين، وابتدي اقلب فيها لغايه ما تاخد تشويحه تمام كده. وبعد كده قطعت بصلتين و3 فلفلات كده محترمين وقطعتهم بالشكل ده ونزلت بيها عليها ياخدوا تشويحه مع بعض كده تمام. والبهارات برده ملح وفلفل اسود وشطه، ما زودتش عن كده. وبعد كده فص ثوم مهروس برده، وقلبت كل الكلام ده. عايزه اقول لكم الحاجات دي كل ما تزوديش توابل ولا اي حاجه بيطلع معاكي الطعم كده بيحسسك بايام زمان، طعم وريحه كده توديكي في ناحيه تانية خالص. وبعد ما تشوحوا كويس نزلت عليهم بكوبايه واحده بس من الميه، ميه عاديه خالص من الفلتر، وتسيبيهم تقلبيهم مع بعض وتغطي الصينيه بتاعتك دي كده وتسيبيها تغلي غلوه مع بعض لغايه ما تستوي. تعالوا بقى مع بعض نعمل حبة رز أبيض كده مصري محترمين. أول حاجة جبت الحلة بتاعتي وبعد ما سخنت نزلت بحبة زيت كده فيها، ونزلت عليها بكوبايتين من الرز طبعا مغسول ومتصفي، ونص معلقة ملح، ونزلت عليه بالمية وسبت كل الكلام ده يغلي مع بعض. وبعد كده اديه تقليبه لغايه ما يفلفل معايا كده، وعايزه اقول لكم بيطلع تحفه. شايفين الصينيه بتاعتي البطاطس بتاعتي خلاص قربت اهي تشرب الصلصه اللي فيها، وكمان الكبده خلاص اهي قربت خلاص برضو الميه اللي احنا حطيناها تتبخر، والبصل والفلفل يدبل معايا كده تمام. يلا بقى نجيب الطبق التقديم بتاعنا. نزلت بقى بالرز شايفين عامل ازاي مفلفل وتحفه. وكمان صينيه البطاطس اهي جبتها، وتحط كده قرن الفلفل المحترم اللي احنا عملناه مع بعض، وكمان تنزلوا بالكبده. عايزه اقول لكم ريحتها جميله جدا، يعني انتوا لازم تجربوها عشان تعرفوا الريحه والطعم، مش هقعد احكي لكم عنها كتير. لازم تجربوها عشان تعرفوا قد ايه هي حلوه وريحتها تحفه، وتقدروا تاكلوها كمان في عيش يعني، وتعملوا كده عليها صوص طحينه، يعني الوجبه براحتكم خالص. بس هي بالرز وصينيه البطاطس حاجه كده تحفه جدا. البطاطس زي ما انتوا شايفينها كده دايبه دوب، وطعم الكبده بقى حاجه تانية. لازم انتوا اللي تجربوا عشان تقولوا لي في التعليقات طبعا. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير، سواء بقى بتتابعوني من على صفحتي على الفيس او اليوتيوب او التيك توك، وتكتبوا لي كومنت حلو زيكم كده، وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، واستنوني في فيديو جديد، ومع السلامه.